ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في جملة مهمة برضو ليها علاقة بأجواء دخلت السنة الجديدة. في عميلة لطيفة أربعينية العمر، فبتقول لي يا دكتورة والله أنا مش عايزة أقول لك كل سنة وأنت طيبة بقى، وأكيد بقول لك كل سنة وأنت طيبة، بس الدنيا بقت صعبة أوي يا دكتورة، والواحد بقى يعني كل سنة بتيجي بتقول يا سبل الستر. طبعا الستر من عند ربنا، لا ليه علاقه بسنه ولا ليه علاقه بينا ولا ليه علاقه باي حاجه ولا بزمن ولا باي حاجه. ربنا بيدي الستر وليه رصيد، واللي واللي رصيده بيخلص. لكن الفكره بقى هنا ان انا عايزه اكلمكم النهارده على 7 مبادئ تخلي حياتنا اسهل. احنا مصعبينها على نفسنا على فكره. المبدأ الاول، يا ريت نتعامل في الدنيا مع اللي بيتقال مش اللي بيتفهم. اقعدوا مع نفسكم كده، راجعوا كل دماغكم تبص تلاقيه 3/4 جه منين؟ 3/4 جاي من تفسيرك وفهمك للي اتقال مش اللي اتقال فعلا. لو تعاملنا مع اللي اتقال فعلا 90% من مشاكلنا هتخلص، وحملنا للهم هيخلص، وحل المشاكل هيبقى اسهل. طيب المبدأ التاني، يا ريت نتكلم عن احتياجاتنا بدل ما ننتظرها. المجهود اللي بتبذله مع نفسك وانت عمال تحرق في دمك علشان تنتظر احتياج انت عايزه، ما تقوله، وبعد ما تقوله هتعرف تحاسب. هيبقى ليك حق تزعل، وليك حق تخاصم، وليك حق تقاطع، لانك قلت. ده المبدأ التاني. المبدأ التالت والرابع، حاجتين في علاقتنا مع ربنا مش بنركز فيهم قوي، ودول بيخلوا حياتنا اسهل وصبرنا اكبر ورؤيتنا اوضح. وقتنا يا جماعه شيك ربنا صرفه. وقتك شيك ربنا صرفه، سواء وقتك في عمرك او وقتك في يومك. تعامل معاه على انك هتتحاسب على الشيك ده اتصرف فيه. طول ما انت بتتعامل مع الوقت على انه مش تبعك، طول ما انت حياتك صعبة. اتعامل مع الوقت على انه شيك فلوس. عارفين افلام زمان كده لما كان اسماعيل ياسين الجميل ده، او فيلم مش فاكره مين اسماعيل ياسين ومين، يعني اللي هو كان يديله 1,000,000 ويقول له اصرفهم في اسبوع وتعالى والحاجات دي. فهو انا مديك شيك، والله الشيك بقى ده ب90 ب70 ب50 ب40 ب30 ب10 بزيرو. كل ما كان الرقم كبير اضرب بقى في كام دقيقه في كام ثانيه وتعامل على هذا الاساس. طيب ايه الحاجه الرابعه؟ المبدأ الرابع ليه علاقه بعلاقتنا بربنا. حط في دماغك ان علاقتك بربنا في تعاملاتك مش بس في عبادتك. لو خدت بالك من دي ومركز فيها 24/24 هتلاقي نفسك بتتصرف بطريقه تانية خالص، وبتحسبها حسابات تانية خالص. ربنا بيتفرج عليا في معاملاتي، ما عندوش فوق قائمه صلى صام عمل عمره حج خلاص الحمد لله، يحسبون انهم يحسنون صنعا. فانت هنا لازم تبقى مبدأ يسهل حياتك، انك تبقى فاهم ان ربنا بيتعامل معاك في تعاملاتك. وانا بتكلم معاكم دلوقتي انا بتعامل معاه مش معاكم. يبقى ده مهم جدا، يخلي عطائك اكبر، صبرك اكتر، يخلي ليك شكل وشخصية
مش شبه حد، لأنه كل واحد علاقته بربنا خاصة بيه. لكن الصلاة والصوم القائمة دي قائمة للكل، يعني هتسمي حد متدين حسب القائمة دي هيبقى كله زي بعضه، لكن في دي لا، تختلف. طيب دي رقم 4. رقم 5 بقى، حياتك لو متركزة عليك انت بس عمرها ما هتبقى سهلة. اطلع في اهتماماتك عن نفسك، اطلع في اهتماماتك عن نفسك. يا ناس، في ناس ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الدنيا. الدنيا دي اللي هي جنوب الحدود، او بعد البحر، او هناك في بلاد الافرنجة، او حتى كانت بتحصل قبل كده، او تطور احداث حصلت في البلد عشناها كلنا. الناس فاصلة تماما. لما بتبقى فاصل عمرك ما هتبقى مستريح، لانه انت من ضمن واجباتك هي اعمار الارض، واعمار الارض محتاجه قوانين. فانت لو مش عارف الارض بيحصل فيها ايه اساسا، ازاي هتبقى عامل كده؟ مشكلتك هتبقى كبيره. فدي هتبقى عندك فيها ازمه وقفله. يبقى احنا كده اتكلمنا في البند الخامس، خلي اهتماماتك اكبر من اسرتك الصغيره ونفسك. الحاجه بقى السادسه، حط لنفسك حدود. بلاش تبقى سايح ونايح كده. حط لنفسك حدود. الحدود ليس لها علاقة لا بالطاعة لا بالحب ولا بالاحترام. يعني أنا عندي حدود، بمعنى بعرف أقول لأ على إيه، بعرف أقول على إيه، عارفة إيه اللي ممكن أديهولك، إيه اللي ممكن ما أديهولكش، إيه اللي يتقال لفلان، إيه اللي يتقال لعلان، إيه اللي يتعمل مع فلان، إيه اللي يتعمل مع علان. مفتاح ده مفتاح ده مفتاحي أنا شخصيا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه باوندرز، اسمه حدود. من غير الحدود دي حياتي صعبة جدا لأنها مخترقة. تخيل انت قاعد في بيتك، باب بيتك مفتوح، باب بيتك مفتوح، ايه اللي يحصل؟ لو حاجة حصلت حلوة قدامها 10 وحش، لأنه أنا مش عامل حدود. لازم أعرف أفتح لمين وأقفل لمين، وأفتح الساعة كام وأقفل الساعة كام، ومين يخرج ومين يدخل، وازاي يدخل وازاي يخرج. كل الحاجات دي بتديني احساس بالراحه وبتديني احساس بالامان وبتخلي حياتي اسهل بكتير. الباب اللي ليه مفتاح ده. فانا كمان لازم ابقى اعتبر نفسي بيت ليا مفتاح وليا باب، ما بقاش كده. تمام. دي المبدأ السادس اللي يخلينا حياتنا سهله. طيب ايه المبدأ السابع بقى؟ حياتي تبقى سهله لما تبقى ليها معنى، ولما تبقى فاكر انها رحله، وفاكر ان الرحله مش هيعدي فيها حد، وعارف انه الرحله دي كل حاجه حصلت لي فيها متشافه. يعني في ناس تيجي تقول لي ايه، انا عايش في بيت يا دكتوره مش متشاف. طب وانت عايش في دنيا متشاف؟ عارف في دنيا متشاف، ومتشاف من الذي لا ينام ولا يغفل. لو انت فاكر دي وحاططها كده قدام عينيك، صدقني مش هتتعب نفس التعب. الحياه ليها معنى وليها سيرة، وكل حاجة بتحصل لي فيها وحشة قبل حلوة مكتوبة ومرصودة، ومش هضحك على ربنا فيها. لو ليا حق هاخده وربنا هيسيبني اخده. فدي بتخلي البني آدم حياته سهلة. يعني زي ما تقول ايه، عارف لما تكون صايم في رمضان فانت جعان وعطشان، عارف ان المغرب ما شاء الله عاملين ومسويين، واول ما المغرب هيقول الله اكبر هاكل بقى فببقى مبسوط، يعني هادي كويس الحمد لله. لكن لا قدر الله لو حد جعان او عطشان وما عندوش اللقطه دي بتاعت المغرب دي اللي عارف انه هياكل فيها،
حياته بتبقى ضنك، محتاج صبر كبير ومعافرة كبيرة. فأنا إيه المغرب اللي بيقول الله أكبر اللي باكل فيه ده؟ عقيدتي إن ربنا سبحانه وتعالى شايف كل حاجة، ولو أنا بدعي إني مظلومة هيبقى عارف. وعشان كده دايما الواحد لما يبقى حاسس إنه مظلوم يقول رب أنا لو مش مظلومة فوقني، أنا لو مش مظلومة فوقني، أنا لو الحاجة الوحشة اللي بتحصل لي دي مسؤوليتي عقلني، اهديني في من هديت، دبر لي أمري فأنا لا أحسن التدبير. طريقة الإيمان يا جماعة وطريقة التدين اللي احنا بنعيشها، يعني أنا جبت لك من السبع بنود في 3، لأنه الطريقة في التدين والطريقة في انت شايف ازاي حياتك وبصص لها ازاي جزء كبير جدا من راحتك وحياتك السهلة، جزء كبير. وعشان كده ربنا نزل الأديان، وعشان كده ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي المسألة مش مسألة سبح وعد والبس خاتم واقعد اعمل كده، لا، هي المسألة طريقة تعاطي وطريقة تفكير ورؤية لازم نبقى واخدين بالنا منها علشان ما نتوهش في الزحمة ونلاقي نفسنا بنصعبها على نفسنا. يا رب نبقى استفدنا ويومكم حلو.